حنا الجزائريين مضروبين على التغماس وما كاش اللي ما يحبش الشطاطح، واليوم جبت لكم يما شطيط حاجه على قانيها على الطريقه العاصميه. السلام عليكم، وكما قلت لكم هذه الوصفات التقليديه الجزائريه كامل حنديرهم لكم قبل رمضان، واكيد راح يكونوا وصفات سهلين مهلين وبنتهم كالعاده لهبال تاع الدنيا. هنا خدات راس تاع الثوم، ولازم مع الثوم ديروا فلفل دريس ولا فلفل قناوه اللي تكونوا شمختوه من قبل مع شويه تاع الملح، وتدرسوا كلش مليح بهذه الطريقه. انا يما ما ضافتش توابل دوكا حتى كي تقلي الدجاج. هنا في طنجره نديروا شويه تاع السمن مع شويه تاع الزيت، ونحطوا هذوك المراسم تاع الدجاج يتحمروا شويه حتى ولي يطلقوا كامل هذيك البن. وحبيت نقول لكم بلي حنا الشطيطها ما نديروهاش بالبصل، نديروها غير بالثوم معناتها غير بهذيك الدرسه اللي كنا درسناها. هنا بعد ما تقلى شويه هذاك الدجاج وتلقى البنه، نجي ندير هذيك الدرسه اللي كنا درسناها من قبل تاع الثوم، نزيد نقليها شويه مع هذاك الدجاج، ونجو نديروا التوابل. هنا كميه تاع الفلفل الاحمر مع شويه تاع فلفل كحل، ونزيدوا معاها كميه تاع الحرور، وبلا ما نساو الملح كنا درناه في الدرسه. معناتها هادو هما توابل برك اللي نديروهم، نخلوهم يتقلاو شويه، ونضيفوا الكميه تاع الحميصه اللي كنا شمخناها من قبل، ونجو نديروا مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع الباطا. كالعاده ندير طوماطيش تاع عمور اللي دائما نستخدمها، لونها شباب وتعطيكم تحميره بزاف. هي لاصوص تاعكم نخلوا هذيك الطوماطيش تتقلى شويه بهذه الطريقه، ونجو نمرقوا بكميه ما تكونش كبيره تاع الماء، باسكو الشطيطه تاع الدجاج كيما تقول يما طيب لي دم تاعها، ونغطوا عليها ونخلوا هذاك الدجاج مع الحميصه يطيبوا، وهذيك لاصوص تجمر شويه ونقدموها. حنايا في الدار نحبوها تكون شويه ميدمه، وبهذه الطريقه كنطاب الدجاج مليح مع الحميصه، نقدمها هكذا مع لاصوص وتقدموها وبصحتكم، وان شاء الله تكون عجبتكم.